هنعمل النهاردة حمص الشام أو الحلبسة على طريقة عربيات الشارع. أيوة، عربيات الشارع. هنعمله ببساطة بدون أي تعقيدات وبدون مكونات ملهاش لازمة. يلا نشوف هنعمله إزاي. هنجيب الحمص وهنغمره بالمية وهننقعه من بالليل للصبح. النقع مهم جدا لأنه بيسهل الهضم، بيقلل الغازات، وكمان بيسرع الطهي. ده شكله بعد النقع، حجمه كبر وانتفخ. هنحط الحمص في حلة على النار وهنضيف عليه مية نضيفة نغمره تماما بالمية. هنضيف 3 فصوص من الثوم صحاح وكاملين. هنغطي الحلة وهنسيبها تغلي على النار حوالي نص ساعة. بعد كده هنفتح الحلة، هنضيف الملح حسب الرغبة. هنضيف عصير الطماطم الفريش مش الصلصة على نص كيلو حمص حوالي 2 كوباية، وممكن تزودي لو انت حابة طعمها يكون أقوى. هنرجعه تاني على النار وهنسيبه يغلي تاني نص ساعة كمان أو لحد ما يستوي. هنعمل بقى الدقة والشطة. في كوباية هنحط شوية كمون، وفي كوباية تانية هنحط شوية شطة. هنضيف على كل كوباية شوية من مية سلق الحمص. هنقلب كويس. نغرف بقى في كوبايات زي ما بتحبوا، كل واحد على حسب ما بيحب. اللي بيحب الحمص أكتر أو اللي بيحب المية أكتر، كل واحد حسب ذوقه ورغبته. ونضيف بقى الدقة والشطة، وما ننساش كمان عصير الليمون. يا سلام، أحلى حمص شام ممكن تاكلوه، بالظبط طعمه زي بتاع عربيات الشارع اللي بنحبها. يلا قوموا جربوه، مستنيين إيه؟ وألف هنا.